الزمالك بيشيل 3 من فاركو. وبعدين ايه الجديد؟ مفيش اي جديد. الزمالك بيشيل بالتلاتة. تعالوا نشوف شال ازاي. بسم الله الرحمن الرحيم. الزمالك شال 3 تاني وتالت. الزمالك شال 3 تاني وتالت. شال ازاي؟ طبعا انا واحد من الناس اول ما شفت التشكيل قلت برضو السيسي ودونجا يا جماعة دول ما ينفعش يلعبوا مع بعض. تجربة اثبتت فشلها مرة واتنين وتلاتة واربعة. طب وبعدين؟ يعني انت يقول لك ايه؟ بتعمل نفس الحاجة ومستني نفس النتيجة؟ دي حاجة في منتهى الغباء. ده اللي بيحصل سواء بقى من نبيه او من فيريرا. نفس الحكاية، هي غباء. نوع. ما تقوليش ما عنديش لعيبة، لا في لعيبة. عندك رؤى. العب بأي حد نص ملعب، زيزو نص ملعب. نوع. ثابت على حاجة. ما طبيعي يشيل تاني وتالت ورابع. تعالوا نشوف التشكيل. كان تشكيل الزمالك: محمد عواد في حراسة المرمى، مصطفى الزناري وحسام عبد المجيد قلب دفاع، محمد عبد الشافي باك ليفت، سيد نيمار باك رايت، عمرو السيسي ودونجا نص ملعب، قدامهم سيف جعفر، على اليمين زيزو، على الشمال شلبي، وقدام مهاجم وحيد سيف الدين الجزيري. طيب، ايه هي مشاكل الزمالك النهارده او في كل ماتش؟ لا، مشاكل كتير. بس في شقين اساسيين. اول واحد ده فني واداري للاعبين. ده فني واداري جوه الفرقه. مش اداره كمجلس، لا اداره جوه الفرقه. الفرقه منحله. مش منحله الانحلال اللي هو اللي على حل شعره، لا. منحله يعني كل واحد راح في 60 داهيه. اللياقه رايحه في 60 داهيه. مفيش تدريبات. مفيش تعليمات. يعني مثلا اسامه نبيه خسران من الدقيقه 30. فين انت؟ تدخلاتك فين؟ تعليماتك فين؟ ده في حاجات بالصور هنشوفها مع بعض بتدل ان محدش كان بيتكلم خالص على الخط. يعني اللعيبه بتجري من الكوره، المفروض تضغط. اللعيبه بتجري من الكوره. ايه ده؟ اللعيبه بتبازي غلط. ايه ده؟ فطبعا كان في حاجات تخلي ان احنا نقول ما كانش حد واقف على الخط خالص. الشق التاني وهو الاداري بقى اللي بتاع مجلس الاداره، اللي هو اصلا مش محتاج حد من بره يشتت فرقتك. انت قايم بالواجب. مجلس مرتضى منصور قايم بالواجب مع الفرقه. طب حته المجلس دي هنسيبها عشان مرتضى منصور حبيبي. هنعلق عليها في الاخر. تعالوا نشوف الصور ونعلق عليها مع بعض. تعالوا نشوف. طب بسم الله كده، بأول حاجة اللي بيقولك طارق العشري بيدافع. بص الضغط اللي عامله. شايفين الضغط بكام لاعب عامله؟ ها؟ يبقى قصة ان المدافع ده بيهاجم وده بيهاجم؟ لا، دي كل واحد ليه استراتيجية بينزل ينفذها. 6 أو 7 لعيبة في نص ملعب الزمالك في أول 5 دقايق. دي أول قلشة من حسام عبد المجيد، وده كان أول إنذار لأسامة نبيه. ده أول إنذار، يعني ده مش في حالته. كرة أهي في الهوا فوق أهي، وادي قلشة. لكن كانت لسه إيه؟ بيسخن لعيبة إيه؟ فاركو. وفعلا سخنوا وهدفوا بعد كده. دي كانت سبب ان اللعبه دي تسخن. يبقى ده كان اول انذار لاسامه نبيه ان في حسام عبد المجيد كده مش في حالته. قلشه، اول قلشه كان اول 5 دقايق قبل الهدف على طول. يعني هو قلش في الهدف وقبل الهدف بدقيقتين او 3 دقايق. فده انذار ليك كلاعب والتاني كمدرب. وطبعا قصه ان طارق العشري بيدافع ما بقتش موجوده. ادينا شفنا اهو اول 5 دقايق بيضغط ب5 و6 لعيبه على الزمالك. طب تعالوا نشوف برضو هجمتين معانا وفيهم الهدف. ونشوف برضو اخطاء اللعيبه والمدربين. تعالوا نشوف. طب تعالوا نبصوا كده، والهجمه دي الزمالك طالع بيها في نص الملعب. واقف فين؟ في نص الملعب. يعني عبد الشافي هنا هيمرر لمين؟ انت قول لي كده. اكيد وانت مغمض هتلعب طوليه. اكيد يعني بص، مفيش اي زاويه للتمرير. هنا هتلعب طوليه عشان الجزيري يستلمها. جميل، محطه. هو عمل محطة الراجل عشان الفرقة تطلع. كتر خيره. عمل الصح، بيديها للسيسي. الله عليك يا سيسي. وما أدراك ما السيسي. السيسي بيعمل ايه؟ بيريحها لمين؟ بص معايا كده. لعبة فاركو. الله عليك يا عالمي. الله عليك يا برنس. كورة معاك في استحواذك بمنتهى السهولة بيديها لعيبة فاركو. طب ايه اللي بيحصل في الكورة دي بعد كده؟ طبعا فاركو بيستحوذ على الكورة كويس. بينقلها من رجل لرجل. هنشوف اهو. حاجة بصراحة في منتهى القرف من لعيبة الزمالك صراحة يعني. كورة تبقى معاك، حتى بص الوقفة اهي بتروح. تعالوا نشوف بقى حسام عبد المجيد وبيقلش تاني. دي القلشه التانية اهي. قلش. الراجل راح. جون. طبعا هو قعد على الارض، ما قامش تاني حسام عبد المجيد. اهو بصوا. ما قامش تاني عشان عارف اللي فيها.
طبعا راحت واتسددت تسديده جميله جدا وجون. والله اعلم دي تتصد. طيب هنا اسامه نبيه واقف شايف كل الاخطاء دي، بيكلم حد، بيوجه حد، بيزعق في حد؟ مفيش. فبرضه اللعيبه مش عليها كل الدور، اللعيبه والمدرب، اللعيبه والمدرب. المدرب المفروض يقف يصحصح. ده غير التشكيل اللي انا اصلا مش مقتنع بيه، السيسي ودونجا، السيسي ودونجا. وبرضه دي في الصفحه عندي نزلت عليها، قلت عليها قبل الماتش: يا جماعه الخير، السيسي ودونجا كل ما يلعبوا مع بعض تجربه فاشله، تجربه فاشله. يعني هي تركيبه نص الملعب كده غلط. انت محتاج ناس تقف على الكوره وتدور اللعب، ناس تقف على الكوره وتدور اللعب، ولا السيسي كده ولا دونجا كده. وطبعا سيف جعفر لسه صغير، يعني الراجل هتطلب منه ايه اساسا؟ تطلب منه يشيل نص ملعب، الكبار مش قادرين يشيلوه، صعبه يعني. تعالوا نكمل ونشوف الصور دي برضو. طيب تعالوا نشوف هنا برضو عبد الشافي بيستلم ازاي. ده اكبر لاعب سنا في الملعب واكترهم خبره، بيستلم غلط عشان يضغط عليه لعيبه فاركو وياخدوا منه الكوره. ومش كده وبس، بيماطلوا في الكوره، اللي هو يعني ايه، تعالى خدها. اتنين اهو عليه اهو مش عارفين ياخدوها منه. تعالوا نبصوا اللعبه دي برضو. بصوا الرصه دي، هنا طارق العشري اللي بيقولك عليه بقى ايه سيستم الدفاع بتاعه. برضو راصص اللعيبه كتالوج، كتالوج. هنا عرضيه من عبد الشافي، فين زيزو؟ شايفين زيزو فين؟ واقف مع حكم الرؤية هناك خالص. طب هو ده وضع طبيعي لجناح؟ طبعا اتلعبت العرضيه وزيزو دخل في الاخر كانه، طب انت زيك زي الباك، اهو لعب عرضيه باك، ما هو الباك اللي بيعمل كده. فين دورك الهجومي؟ هنا بقى تسديده، يعني اتهيأت تسديده لدونجا. دونجا عمل ايه؟ شوط اي حاجه، صعبه جدا يعني بصراحه. يعني فرص ما بتجيش كتير. هنا هجمه كويسه، دي هجمه كويسه، تكمل بايه؟ بالتركيز. فين التركيز؟ فين يا نجم التركيز؟ عرضيه كويسه، جون، جون والله. طيب دلوقتي لما في لعيب زي محمد عبد الشافي بيستلم غلط، انا كمشجع زملكاوي مثلا استنى ايه من حسام عبد المجيد، ولا الناس اللي لسه جايه سيسي ودونجا، ولا سيف فاروق جعفر؟ مستني ايه من الناس دي؟ صعب. لعيبه كبيره مش مقدره حجم المسؤوليه، كبير وصغير بصراحه يعني. يعني اكتر واحد مين؟ زيزو واقف في حته مش بتاعته. انت واقف مكان الباك، انت الجناح ده دوره ايه؟ بكون قريب من ال 18 وقريب من المهاجم عشان العب معاه 1 2، عشان ادخل بدماغي اسدد بيميني اسدد بشمالي. بعيد خالص، ازاي الكلام ده؟ مين بقى اللي بيوجه؟ اسامه نبيه. شايف كل الاخطاء دي وما بيتكلمش خالص. طب تعالوا نشوف هنا الهدف التاني. شايفين برضو الانتشار عامل ازاي؟ اتنين لعيبه رايحين على واحد مثلا، برضو انتشار فاركو افضل. اهي الكره اتلعبت اهي. نقف بقى هنا بقى، اللعيبه بتجري من الكوره، فاكرين ايفونا علي جبر ودودار؟ اللعيبه بتجري من الكوره. مين اللي بيضغط؟ مين اللي بيضغط هنا؟ التسديده. تسديده قويه جدا وجميله جدا. وعواد جميل جدا برضو، راجل طيب جدا بصراحه مع الفرقه التانية، ربنا يبارك له. ايه يا جماعه ده؟ ايه ده؟ بصوا هنا بقى، دونجا في حد ضاغط عليه؟ في حد يكلمه؟ بيديها لزيزو هناك اهو، بيداله غلط. طبعا دخل لعيب فاركو خدها. حاجه يعني بصراحه حاجه مضحكه جدا جدا يعني. هنا برضو هجمه غريبه جدا من فتوح. انت شايف الجزيري تسلل، بتلعب له ازاي؟ ازاي يعني؟ اهو تسلل، ازاي هتلعبها له اساسا؟ هنا رمي التماس للزمالك، مش عارف يطلع بيها. بصوا، مش عارف يطلع بيها. ضغط. هنا عمرو جمال حطها وحط جسمه وشكرا. حط جسمه، مش حد يضغط تاني، لا شكرا خلاص. اهو بيهيئها تسديده حلوه جدا، بتطلع فوق، مش مشكله انها فوق، لكن بص عمل ايه المهاجم. هنا بقى الكوره الجميله بتاعت العارضه، جميله جدا 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 جدا. وده استهزاء بلعيبه الزمالك، استهزاء. هنا نقف برضو كتير مش شويه. هنا زيزو بيشحت ضربه جزاء، الراجل حاطط ايديه في ظهره، ايديه الاتنين في ظهره اهي، يعني الواحد جابها بالعافيه اساسا. ايديه الاتنين في ظهره، بيشحت كوره، بيشحت كوره، بيجري على الحكم عشان ياخد ضربه جزاء. هنا بصوا الروقان بقى من لعيبه فاركو. بصوا الروقان، عمرو جمال بيعمل 1 2 مع شكري نجيب، كان عايز يلعبها له تاني بس طلعت.
مش مشكله، جميله، كوره جميله جدا. شايفين الاخطاء؟ شايفين الضغط؟ شايفين الانتشار؟ زيرو. الزمالك في كل حاجه زيرو. زيرو زيرو زيرو. اغرب كوره بالنسبه لي، اغرب كوره ايه ده، كل الكوره غريبه. اغرب كوره بالنسبه لي بتاعت دونجا. ولا حد ضاغط عليك، ولا حد قريب منك، ولا حد ضاغط على زيزو عشان توقعه في الغلط ده وتلعب عليه قصيره. ايه ده؟ ايه ده؟ الغريبه ان دونجا ده كان دولي، يعني من فتره قريبه كان لعيب دولي. هي دي اللعيبه الدوليه بتاعت مصر. ويقول لك احنا عايزين نبقى شبه المغرب. هنبقى شبه المغرب بس وقت المغرب ان شاء الله. تعالوا نكمل ونشوف الهدف. بالنسبه لي اسمه المسخره. الهدف المسخره. والله، والله لو بنلعب ايه بس، لو امي في الملعب هتدافع. اللعبه دي كانت بتقع. ايه ده؟ هو ايه، جن ده ولا ايه؟ بصوت المستشار طبعا. تعالوا نشوف. يلا بينا نشوف الهدف المسخرة ده. الراجل بيعدي من واحد والتاني والتالت، كان ناقص يخش بيها الجون. يعني كان ناقص كأنه بيلعب ايه، سكوتر، معاه سكوتر الراجل. مش ممكن، اللعيبة بتقع زي الشطرنج. ايه ده؟ طبعا الهدف ده ما يجيش في فرقة ولا كبيرة ولا صغيرة ولا في الشارع اساسا. بس هو ده الزمالك. انا عايز اعرف الهدف ده ازاي يدخل في فرقة زي الزمالك. مش الزمالك، ازاي يدخل في فرقة دوري ممتاز درجة اولى، والله ولا تانية يخش حتى. مش عارف بصراحة. لعيبة ما عندهاش اي دم. شفنا عمر جابر وهو بيقع، ابراهيم هضاي دوت، حسام عبد المجيد تاني، ولا محمد طارق اللي اتلم اللمه الاخيره دي. مش فارقه. مش فارقه. مفيش لعيب مميز. مفيش لعيب مميز في خط الدفاع بصراحه. ولا الزناري ولا حسام عبد المجيد. بصراحه الونش ساب فراغ كبير جدا 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 جدا. حتى لو كان ليها فوات او غشيم او الونش في حته وكله في حته. فتوح لما نزل ما عملش اضافه. يوسف اسامه نبيه هو مات اساسا. ده كان احسن لعيب قريب، والله لسه قريب كان احسن لعيب في الزمالك. كان احسن من زيزو كمان. كان يخش بالهجمه كده هوب 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 جون. اللي انت مش عارف تعملها دلوقتي، انت موتته. موتته. اللي انت كل شويه ايه، يا اما تطلعه بره القايمه، يا اما ما بيلعبش، يا اما بينزل بديل على 10 دقايق ربع ساعه. مات. مات طبعا. في بصراحه في الزمالك حاجات كتير سيئه جدا جدا جدا، من اداره فنيه للعيبه. واسامه نبيه اقل من الزمالك بكتير. اسامه نبيه اقل من الزمالك بكتير. يمكن هو اخره الرجل التاني بس. تعالوا بقى نعدوا الاسباب اللي مخليه الفرقه واصله لكده. انا شايف رقم واحد مرتضى منصور. آفة سيئة جدا في الرياضة المصرية. وأي مشجع زملكاوي بيدعم الراجل ده، مع احترامي ليه، حضرتك عندك مشكلة في تربيتك. حضرتك عندك مشكلة في تربيتك لما تسمع واحد بيهين أمهات وبيهين أعراض وأنت بتقف تعمل كده. أنت عندك مشكلة في تربيتك. حتى لو ده ان انت عايز تغيظ بيه الاهلي، عايز توقع بيه الاهلي، عايز تكسب بطوله، عايز مش عارف ايه. لحد الاخلاق والحد الشتيمه وقله الادب. اي مشجع بيشجع الكلام ده هو عنده مشكله. مشكله كبيره جدا في نفسيته بقى، في تربيته. هو حر. راجل بيهين كل كبير وصغير في البلد. طبعا احنا مش هنقول بقى ان البلد سايباه مش سايباه. قصه سياسيه ملناش دعوه بيها، مش قصتنا، احنا بنتكلم في الرياضه. بيهين كل واحد. كل واحد بيهينه. ومع ذلك مفيش اي اجراء ضده. انت كزملكاوي مالكش اي دور. يا جدع ده انت لو عملت بس حمله كبيره، الزملكاويه كلهم كلهم على قلب واحد، في حاجه هتحصل. انما الراجل ده بيلاقي اجماع. كفايه في قناه الزمالك، مفيش راجل في قناه الزمالك لما يجي يشتم حد يقول له عيب، عيب يا سياده المستشار. مفيش الكلام ده. كلهم يعملوا كده. والجزء التاني الله عليك، كل ده عشان الفلوس. يلا، كل واحد منه لله. اللي خلى الكوره توصل لكده، من اسباب الرئيسيه ان الكوره توصل لكده، مرتضى منصور. اللي عايز يدعم الراجل ده صدقوني ما يشجعش كوره. صدقوني. اللي عايز يدعم الراجل ده ما يشجعش كوره خالص. راجل مش محترم بالمره. بيتهم لعيبه بالمخدرات. بيهزق اي حد قصاده. راجل بصراحه مش محترم. واللي يشجعه ويشجع كوره بسببه
عنده مشكله في تربيته، قلتها مره واثنين وثلاثه، عادي ما اخافش من حد. مره واثنين وثلاثه، اللي بيشجع الراجل ده عنده خلل في شخصيته. ده كان كلامنا عن ماتش الزمالك. وطبعا يعني الزمالك ده وجبه دسمه جدا ان احنا نتكلم عليه، هنجيب ونفرش كده ورق ونقعد نتكلم عليه بكره. وجبه دسمه جدا الزمالك. اتمنى يكون الفيديو عجبكم. السلام عليكم.